تعالوا معايا شوفوا انا كنت بدور على لبس عشان اسبوع قدومة حبيب قلبي. طبعا ادم خلاص الاسبوع بتاعه يوم الجمعة وانا كنت بدور هلبس ايه. وطبعا نزلت شوارع وسط البلد اللي بحب انزل اتفرج فيها على الحاجات لان انا بحب اشتري قوي من وسط البلد. فطبعا هنا كنت بتفرج بس مفيش حاجة لفتت نظري، وطلعت برضك وهنا بقيت اتفرج وبرضك مفيش حاجة لفتت نظري. مش عارفة، في حاجات كانت حلوة بس ما كنتش حاساها تنفع الاسبوع، وانا كنت عايزة حاجات تنفع الاسبوع. حلوة الترنجات دي اوي عجبتني، ممكن اجيب واحد منه في العيد. شكله حلو السود ده اصلا. بجد كانت الحاجات حلوة لكن مش الستايل بتاعي. هنا طلعت بقى محل فساتين، لقيت فساتين كتير. شكلها حلو قوي وقست واحد هوريهولكم دلوقتي. لكن المشكلة في ايه؟ ان انا حسيت ان الفساتين يعني مش شكلها اسبوع، يعني مش عارفة، بس ما حسيتش ان انا الفساتين دي تنفع خالص لاسبوع. يعني حسيتني عايزة فرح. تعالوا اوريكم بقى الفستان اللي انا قسته شكله عامل ازاي. وطبعا كنت اخترت الفستان ده، بس الصراحة اما لبسته حسيت كده ان هو عايز فرح وما ينفعش اسبوع، فنزلت الصراحة ما عجبنيش فنزلت. وهنا بقى شفت العبايات ديت، الصراحة انا عجبتني العباية السودة دي فبس ما جبتهاش برضو. وهنا نزلت اتمشى تاني ولقيت فساتين تانية وكان اسعارها حلوة مش غالية قوي، يعني في وسط البلد، بس الاسعار كانت حلوة والله، ما كانتش الاسعار الاوفر يعني. وهنا بقى برضو لقيت فساتين تاني وكان عاجبني حاجات، بس برضو كنت بقول لا، عايزين افراح اكتر. هنا عجبني العبايات دي قوي قوي قوي، لاني حسيت بقى ان العبايات دي هي يعني ممكن شوية، بس دول طبعا لا، دول بيتي. وهنا بقى كنت شفت العباية ديت وصراحة عجبتني، بس برضو ما جبتهاش. يعني عايزة اقول لكم ان انا ما جبتهاش برغم ان هي كانت حلوة وكانت تنفع، بس انا ما جبتهاش. هقول لكم ليه. لاني لقيت فيها غلطة من على الكتف من ورا وما لقيتش نفس اللون تاني. كانت اخر قطعة، ودي برضو كانت عجباني بس مش حبيتها، ما حبيتهاش خالص. مش عارفة ليه، ما حسيتش ان هي حلوة خالص، يعني ما عجبتنيش، حسيت لا. وهنا فضلت اتمشى تاني والجو كان زحمة جدا جدا. وهنا نزلت تاني اشوف بقى حاجات تانية، محلات تانية برضك. وبرضك يا جماعة عايزة اقول لكم ان انا ما كنتش لاقية الحاجة اللي بدور عليها. وفضلت ماشية في الشوارع ورحت بقى ايه قصر النيل عشان اشوف هناك كمان. وهنا ده قصر النيل، انا بحب اصلا اروح الشارع ده، بيكون فيه حاجات حلوة قوي. وعايزة اقول لكم ان انا بقى دخلت سألت على عباية في المحل اللي هو بتاع قصر النيل ده، العباية طلعت فيه ب6000 جنيه، والله العظيم المحل ده. اقسم بالله. والله. ودي ب6000. والله. يعني بص حاجة غريبة يعني. وهنا بعد تدوير كبير اخترت العباية ديت، وهنا كنت لبستها بقى في الاسبوع وكانت حلوة قوي قوي عليا بجد. واللون النبيتي، برغم ان انا كنت عايزة اجيب الازرق بس كان اللون ده لايق عليا، اعزنه. كانت العباية دي مكتوبة لي حرفيا، يعني كانت تحفة تحفة تحفة. وهنا بقى كنت بتصور مع ادم وانا شايلاه بيها، وكنت مبسوطة جدا بجد. يعني كنت لابسة العباية على اجواء الاسبوع كده. فقولولي بقى ايه رأيكم في اختياري للعباية، وكانت مناسبة للاسبوع وكان شكلها حلو احسن من كل اللي انا شفتهم ولا لا؟ مستنية رأيكم في كومنت، واستنونا في فلوج جديد وحاجات جديدة وكل يوم جديد مع هبة. وخلص الكلام، سلام.